في الفيديو ده احنا جايين نلم الجرامر كله بتاع الصف الخامس في قاعده واحده بس ذهبيه طفلك يتعلم ببساطه. هفك لك النهارده كل العقد، هعرفك التريكات اللي بتيجي في الامتحان واللي بتوقع الشطار، وكل ده في فيديو واحد بس. يعني بعد الكبسوله دي مفيش حاجه هتقف قدامك تاني في جرامر سنه خامسه. تعال نشوف اول حاجه present simple. البريزنت سمبل يعني مضارع بسيط. المضارع البسيط ده بيعبر عن العادات، حاجه بتعملها على طول. شكله بيكون الشي، الهي، الات، بتحط الفيرب معاه اس زي كده she plays handball. تمام. طب وفي الحاله الثانيه الاي والوي واليو والزي بياخدوا الفيرب في الانفينيتيف. يعني ايه في الانفينيتيف؟ يعني بدون زياده. لما تلاقي اي وي يو زي حط لهم الفيرب ايه في المصدر بدون اي زياده، زي وي بلاي فوتبول. تعال نشوف ازاي انا بعمل نيجاتيف وازاي بضيف الاس. في قواعد لاضافه الاس على فكره. عندك اس، عندك اي اس، عندك اي اي اس. تعال نشوف استخداماتهم كلهم بتيجي ازاي معايا. انا عندي شي وهي وات، دول اللي بضيف لهم الاس. طيب امتى اضيف اس؟ في الحاله العاديه اللي هي بلاي هتبقى بليس، يبقى دي حاله اضافه الاس لوحدها. طيب الحاله الثانيه لما اضيف اي اس اضيفها ازاي؟ قال لك لما تضيف اي اس ركز شويه الفعل اخره ايه. لو الفعل دلوقتي اللي بيكلمك وبيقول لك ايه، لو شفتني اخري اس 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 اتش سي اتش اكس او زي حط عليا اي اس. يعني ما تعملش فيا اي حاجه، لا تحذف مني ولا اي حاجه، انت هتضيف ايه؟ اي اس. يعني مثلا زي كلمه واتش يشاهد، والفعل عندك شي وهي وات، هتعمل ايه؟ هتبص على الفعل اخره ايه؟ سي اتش هتزود له اي اس، واي واحد في الصندوق دول هتزود له ايه برضو؟ اي اس. تعال نشوف الحاله الثالثه بيقول لك ايه. الحاله الثالثه اللي هي اي اي اس. في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ لما يكون، لو انت كتبت كلمه كده استدي، لما يكون الفعل اخره واي وقبله ساكن، طبعا انت عارف الحروف المتحركه او اي 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 يو، دي الحروف الايه؟ المتحركه. تمام. اي حاجه غير دول يبقى ساكن. طيب لو شفت فعل اخره واي واللي قبله ساكن، حوش الواي وحط اي، اتفقنا؟ وبعدين حط اي اس، يبقى ستاديز. دي حالات اضافه الاس. تعال نشوف اللي بعده وازاي تعمل نيجاتيف في البريزنت سيمبل. ازاي تعمل نيجاتيف في البريزنت سيمبل؟ انا قلت لك مع شي وهي وات تعمل ازاي؟ تجيب دول الاول، وبعدين لو هو طالب منك نفي انت هتحط doesn't، هتحط ايه؟ doesn't زائد الفيرب بدون زياده. وركز قوي على الحته دي، انت حطيت اس هنا خلاص. طالما حطيت اس هنا خلاص الفيرب هنا يجي بدون زياده، لان doesn't لا تقبل الا ايه؟ الا مصدر. يبقى النيجاتيف مع شي وهي وات تحط doesn't مع الفيرب بدون زياده. تعال نشوف لو انت هتنفي مع اي ووي ويو وزي هتنفي ازاي؟ هتحط الاول في البيت الثاني كلمه don't، كلمه ايه؟ don't، وبعدين الفيرب برضو بدون زياده. هنا هنقول she doesn't play، وهنا هنقول we don't play. هنا هنقول it looks delicious، وهنا هنقول they don't eat vegetables. اتفقنا؟ عندنا عمارتين عايزك تاخد بالك منهم كويس جدا. عندنا عماره الشي والهي والات. اعمل سؤال في حاله زي كده ازاي؟ العماره اللي انا هعملها دي عايزك تطلعها اول ما تلاقي الفاعل شي وهي وات. اول دور هتحط does، تاني دور هتحط شي او هي او ات او اي اسم ولد او بنت. تالت دور هتحط الفعل بدون زياده، وتكمل وتعمل علامه استفهام question mark. ده العماره بتاع شي وهي وات في الكويتشن. تعال نشوف العماره بتاعت اي ووي ويو وزي. اي وي يو زي. اعمل العماره دي ازاي يا ترى؟ اطلع اول دور do، تاني دور يو او زي او اي واحد من دول اللي مش بيحب الاسم. تالت دور برضو الفعل بدون زياده، وكمل وحط الكويتشن مارك. عايزك تحفظ كويس جدا العمارتين دول. وقف الفيديو واكتبهم في ورقه واحفظهم كويس جدا. ركز معايا في الكي ووردز في البريزنت سيمبل. دي كلمات مفتاحيه.
عايزاك اول ما تشوف واحد منهم اعرف ان ده الجمله في البريزنت سيمبل، يعني شي وهي وات معاهم فعل في اس والباقي معهوش اس. طيب ركز معايا. always يعني ايه؟ يعني دائما. وطالما قلت always اعرف على طول ان الحاجه دي بتعملها ايه؟ 100%، يعني طول الوقت انت بتعملها. طب كلمه usually يعني عاده، الحاجه دي انت كده بتعملها 90%، يعني في 10% ناقصين. كلمه often انت بتعملها في الغالب، يعني مثلا اديها 70%. خلي بالك في كلمه مهمه جدا هنستخدمها اسمها never دي يعني ابدا. ابدا دي يعني 0%. خلي بالك من كلمه sometimes يعني احيانا، يعني 50% كده 50% كده، يعني نص نص. انما كلمه rarely مش اي حد طبعا ممكن يقولها لك. rarely يعني نادرا، تمام، ودي بتبقى مثلا 20% او 20%. طيب انت عندك كلمه generally يعني في العموم، عموما. daily يعني يوميا، بعملها يوميا. frequently يعني نادرا. weekly اسبوعيا. وعندك طبعا حاجه مهمه جدا بتيجي في الغالب اسمها every دي يعني كلمه كل every week every day every month. خلاص every وراها اي حاجه اعرف على طول ان انت كده في البريزنت سيمبل. وخلي بالك من كلمه never لان اوقات بتيجي بدل doesn't، بس الفرق بينها وبين doesn't حاجه واحده بس. ايه الفرق بينهم؟ never هتجيب الفيرب عادي وهتعرف انت انه نفي، لكن مش هتشيل الاس. انما doesn't هتشيل الاس. افتكر ان doesn't حارس مليان شويه والاس ما بتدخلش، اللي هي الحرامي. احنا هنشبه الاس هنا بالحرامي. ودازنت ده يعني تحس ان السكيورتي مليان شويه، فاكيد الحرامي مش عارف يدخل اللي هو الاسم. انما نيفر اللي هو السكيورتي الغلبان الرفيع ده سهل جدا الاس يدخل ويهرب ويتحط مع الفيرب. تمام، ده الفرق بين النيفر والدازنت. تعال نشوف استخدامات وان وصم وان. في ناس كتيره جدا بتتلخبط في الموضوع ده. خلي بالك من اللي انا هقوله. بتستخدمها قبل الاسماء المفرد بس المفرد اللي بيتعد. يعني مثلا pen انت ممكن تعد الاقلام اهو 1 2 3، فده اي حاجه بتتعد فتيجي وهي مفرد هتحط لها ايه؟ بس او ان على حسب الصوت. اوعى تقول لي على حسب اول حرف والحرف الساكن والكلام ده، لان الانجليش لغه ساوندز لا حروف. تمام. طيب يبقى انا عندي هنا بتتحط قبل الاسم المفرد اللي بيتعد واللي يبدا بصوت ساكن. يعني بن صوت ساكن يعني ايه؟ يعني ما يبداش بصوت ساكن، يعني ما يبداش كده، ما يبداش ب اي او لا. دي اسمها ايه؟ اصوات متحركه اللي بتحرك بقك. انما الاصوات الساكنه هي اللي ما فيهاش تحريك. بن، بوك، باج، نات. اوكي. طيب يبقى انا عندي هنا بتتحط قبل المفرد. كلمه حرف الان بنستخدمه برضو قبل الاسماء المفردة. لو هي مفرد بتتعد، اللي ممكن تتعد بس يبدأ بصوت متحرك، زي كلمة مثلا كده ايه؟ arm. ده مفرد وممكن اعده بس هقول ايه بقى؟ an arm. خلاص. طيب في الحالة دي انا بيقول لي امتى استخدم الصم دي يعني كلمة بعض يبقى اعرف على طول ان انت هتستخدمها في الجمع او الاسماء اللي ما بتتعدش. خلي بالك الاسماء اللي ما بتتعدش انت عندك منها كتير، زي مثلا water، عندك sugar، تمام، عندك rice. فالاسماء اللي ما بتتعدش عندك كتير جدا. some اتفقنا انها بتيجي مع الاسماء الجمع والاسماء اللي ايه؟ ما بتتعدش. في الجمل المثبته خلي بالك المثبته بس اللي هي ما فيهاش نفي، زي مثلا جوس، اويل، ميلك، ووتر، سولت، شوجر. كل الحاجات دي ما بتتعدش استخدم معاها ايه؟ some. امتى استخدم any تستخدم في النفي وتستخدم في الاستفهام. زي انا لما اقول مثلا there aren't any apples left، زي ما اقول do you have any water. خلاص، يبقى انا عندي هنا في مشكله، في ناس بتغلط في any. اول ما تلاقي نفي او استفهام حط معاها any. طب في ملحوظه مهمه جدا لكلمه some.
انا ممكن استخدمها في السؤال، بس خلي بالك لو السؤال ده انت بتطلب حاجة او بتعرض على حد حاجة. يعني would you like some tea؟ هل انت تحب؟ انا كده بعرض عليك، لما اعرض عليك فانا هستخدم كلمة some. طيب، او انا بطلب منك could I have some water؟ يعني انا ينفع اخد شوية مية؟ could I have some water؟ انا كده بطلب وكده بعرض، يبقى ايه؟ يبقى هستخدم معاها some. زمن الماضي بيلخبط ولاد كتير جدا، ركز معايا. انا بستخدمه في حاجه حصلت زمان مش دلوقتي. في العادي عندك افعال ايه؟ عندك افعال regular وعندك افعال irregular. اتفقنا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني افعال عاديه لما تيجي تزود لها هتزود لها يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي اي دي، ده في العادي. امال الافعال الirregular ايه؟ بيتغير شكلها تماما. يعني تبقى eat الماضي بتاعها ate، تبقى drink الماضي بتاعها drank. خلي بالك مش شرط تتغير، تبقى put الماضي بتاعها برضو put. اتفقنا؟ ده الirregular وده irregular. امتى اضيف دي؟ امتى اضيف اي دي؟ امتى اضيف اي اي دي؟ اقول play، ففي العادة دي هزود اي دي لان الاي دي بتاعت الماضي. امال امتى ازود دي بس؟ لما يكون الفيرب اخره اي تروح انت مزود عليه دي بس baked. طب امتى ازود اي اي دي؟ لما برضو يبقى اخره واي وقبله ساكن، حوش الواي حط اي واي دي استدت. اتفقنا؟ دي قواعد اضافة الاي دي. انفي ازاي؟ نيجاتيف انت هتنفي ازاي في الماضي؟ احنا اتفقنا ان الماضي she وهي وات وجميع الضمائر you جميع الضمائر. هتعمل ايه؟ اطلع العمارة بتاع النفي. اطلعها ازاي يا مس رغدة؟ هطلعها كده بعد الفعل، وخلي بالك ممكن ما يجيش ضمير عادي، ممكن يجي اسم أميرة أحمد ايزي، يعني أي حاجة. في العادي هقول ايه؟ هقول didn't لازم تتحط الدور التاني، وخلي بالك didn't لا تقبل إلا مصدر، فيبقى الفيرب ترجعه لأصله، يرجع لأصله. يعني مثلا لو هي she didn't مثلا drink، خلاص هي ما شربتش. انا احولها لسؤال ازاي؟ او انا اعملها جملة عادية ازاي؟ جملة عادية مثبتة تبقى she. طالما في didn't فانا هخليها drank، اصل هي كانت she drank، فلما هو قلبها نفي بقت she didn't drink، رجع الايه؟ الدرينك لاصلها. اتفقنا؟ ده بالنسبة لديدنت. وعلى فكرة ديدنت بتيجي مع كله، وي ويو وزي واي وشي، تمام؟ ديد دي زلطة السؤال، الطوبة اللي بنحطها في السؤال في الماضي ديد. اطلع العمارة، الضمير او الاسم. اطلع اللي بعده الفعل في مصدره، ارجع بقى لاصله. اوعى تعمل سؤال ديد وتحط لي مثلا يعني مثلا did she drank؟ لا 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 لا، did she drink، رجع الفيرب لاصله، تمام؟ وبعدين question mark، كمل وبعدين question mark. الكي ووردز في الماضي yesterday وyesterday يعني امس. last بتيجي بعدها كذا حاجه، last month last week last day، اي حاجه اللي هو الماضي، الاسبوع الماضي. in the past يعني في الماضي. ولو جالك كلمة once اعرف ان هي منذ، فانا كده بحكي حاجة ورا. ولو جالك كلمة ago برضو فاعرف ان هي، خلي بالك ago دي keyword بيجي بعد ايه؟ خلي بالك ago دي كلمة بتيجي في اخر الجملة. ولو في ان حرف جر واي سنة عدت عليك مش السنة اللي انت عايش فيها، يعني مثلا ان 1998 ان 2020، تمام؟ فاعرف على طول ان ده ماضي past simple. حالة الفيرب تو بي بقى عشان في طلبة بتتلخبط لما يجوا ينفوا وهي في الماضي. she was happy،
ما هي الجملة دي برضو ماضي، هنفيها ازاي؟ في الحالة دي انت مش هتنفي ب didn't، انت هتنفي ب wasn't. ولو قلت we were here، احنا كنا هنا، هنفيها ازاي؟ هنفيها ازاي؟ هقولها weren't. تمام؟ يبقى لو عندك verb to be ما ينفعش اصلا تنفي بعصاية زي didn't. لو مش عندك was او were كده تنفي ب didn't، لكن لو عندك دول ما تنفيش ب didn't، ما هم موجودين، انفيهم هم wasn't weren't. I نقط ويقول لك صلح كلمة be. مثلا sad yesterday، خلي بالك من دي جدا. انا sad yesterday دي امبارح، تمام؟ فهنا بي اول ما تجيلك انت مش هتحط بي ولا حاجه، انت هتعمل ايه؟ انت هتحط حاجتين، هي كده ماضي، يا اما هتحط was يا اما هتحط ايه؟ where. واي بتحب was، فهمت؟ اوعى تنفي ب didn't طالما في was او where. ركز معايا يا بطل، ركز معايا كويس. preposition of time يعني حروف جر خاصه بالوقت. عندك at، عندك in، عندك on. امتى استخدم at و in و on؟ at اعرف على طول انها مع اوقات الساعه، دي اول حاجه. يعني مثلا I get up 6 am، خلاص الوقت اهو بستخدم ايه؟ every day، فبستخدم at. I get up at 6 غلط. زي مثلا I get up at 6 o'clock، فكلمة at معروفة. لو قلنا مثلا مع أوقات الوجبات، at بتيجي مع أوقات الوجبات. يعني إيه أوقات الوجبات؟ لو أنا قلت وقت الغداء اللي هو إيه؟ lunch time، يجي مع إيه؟ يجي مع at. طيب ولو قلنا مع عبارات وقت معينة، يعني إيه عبارات وقت؟ لما أجي أقول لك بالليل مثلا night، نايت ده وقت من اليوم الوحيد اللي بياخد آت، خلي بالك، وقت من اليوم اللي هو بالليل الوحيد اللي بياخد ايه؟ آت. كده عرفنا اللي بياخد آت. تعال نشوف اللي بياخد ان. اجزاء اليوم كلها اللي هي ايه يا باشا؟ in the morning في الصباح، in the morning، in the afternoon بعد الظهر، تمام؟ in the evening في المساء، in the evening. يبقى اوقات اليوم الثلاثه دول بياخدوا ان. مع السنين لو قال لك مثلا 2025 2028 خلاص هتاخد ايه؟ ان دايما بتاخد الحاجه الكبيره. فصول السنه، الفصول دي مثلا 3 4 شهور، هتبقى مثلا ان winter. تمام؟ تمام. لو قلنا مثلا بتيجي مع الشهور، لو قلنا كلمه مارش، لو قلنا ماي، كل دي شهور، تمام؟ شهور حاجه الشهر ده 30 يوم فهياخد ان. يبقى احنا عرفنا ان بتيجي مع ايه؟ in the morning، in the afternoon، in the evening. بتيجي مع السنين الحاجات الكبيره، بتيجي مع فصول السنه، بتيجي مع الشهور. امتى استخدم on؟ تستخدم on مع الايام، خلاص، ومع لو انت يعني مثلا هنا اقول لك يعني مثلا ايام الاسبوع مثلا فرايداي، تمام؟ هتاخد معاها ايه؟ on. طب ولو قلنا مثلا لو احنا بنتكلم عن يوم معين انت حددت لي يوم، زي مثلا birthday يوم عيد الميلاد، يبقى ايه؟ on. زي مثلا يوم معين يوم الاجازه هوليداي، يبقى اون هوليداي. تمام. لو حددنا يوم في الشهر يعني مثلا جون 8 اللي هي دي 8 في الشهر، في الحاله دي انت حددت يوم في الشهر هتاخد اون. يا رب تكون فهمتها. يلا على اللي بعده. صفات المقارنه. تعال نشوف لو انا هقارن بين اتنين، في ناس بتتلخبط، خلي بالك بقى بالتركيبه اللي احنا هنعملها. انا هقارن بين اتنين، عايزك تعمل ايه؟ عايزك تعمل عماره بسيطه كده، هعملها انا وانت، تمام؟ هعمل كده. انا عندي هنا الصفه القصيره اللي حروفها قصيره، تمام؟ والصفه الطويله. انت عندك هنا صفه قصيره وصفه طويله عشان بس تبقى تبص عليهم اول ما نشتغل، تمام؟ لو انا هقارن بين اتنين ولقيت الصفه حروفها صغيره فهتعمل كده، الصفه وراها اي ار، وراها كلمه زان. انا مش عايزك تتلخبط من هنا ورايح. شفت زان حط الصفه معاها اي ار، شفت اي ار حط الصفه معاها زان. اتفقنا؟ ده في الصفه اللي حروفها صغيره زي كلمه مثلا hot، زي كلمه مثلا tall، تبقى taller than. تمام؟ في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها. ايه هي؟ لو الصفه دي رفيع يعني thin، حروفها صغيره، بس انا قبل ما اضيف الاي ار لو الحرف الاخير ساكن واللي قبله متحرك
انت مضطر تضاعف الان قبل ما تزود اي ار. يعني مثلا لو لقيت الحرف الاخير ساكن واللي قبله متحرك، قبل ما تزود اي ار حط لي الحرف الاخير مره كمان، يبقى thinner than. الصفه الطويله هعملها ازاي؟ يعني انا لو قلت لك دلوقتي expensive، expensive دي يعني ايه يا باشا؟ يعني غالي. هي انت شايف حروفها كبيره للغايه صح؟ انا ينفع ازود عليها؟ قال لك لا مش هينفع ازود عليها، بس في الحاله دي لو انا هقارن بين اثنين، انت ركز لازم تشوف في اثنين في الجمله ولا لا. لو هقارن بين اثنين وصفه طويله هتبقى more، صفه than. تمام؟ يعني مثلا هقول the gold is more expensive than silver. الذهب اغلى من الفضه.